وتتغير في تأثر المجتمع وتفاعلات المجتمع. أشرت قبل قليل أن تأثر بالجغرافيا، تأثر بالحضارة، بالثقافة، بالتطور الاجتماعي والاقتصادي إلى غير ذلك. فعلى اللغة أن تتغير وتتكيف مع هذه التغيرات. فاللغة في حقيقة الأمر هي تعكس مستوى وثقافة الفرد أو المجتمع. فالتغير هذا شيء طبيعي، لكن التغير نحو ماذا؟ نحو الأحسن أم نحو الأسوأ؟ المفروض يكون نحو الأفضل. إذا كان نحو الأفضل فهذا يعكس تطور وثقافة المجتمع، أما إذا كان ينحدر إلى الأسفل فأنا لابد أن نضع علامة استفهام ونراجع مسارنا اللغوي. طيب نرجع إلى أصل اللهجة الجزائرية اللي هو اللغة العربية ممزوجة باللغة البربرية أيضا من أصولها الأمازيغية. عدة حضارات مرت بالجزائر أثرت وتركت أثرها حتى في اللغة. احنا في الحقيقة لابد أن نفرق بين اللغة واللهجات. فاللغة هي ترتبط بمقومات الأمة، بمعنى هي تؤثر في الأمة كما أن الأمة تؤثر في اللغة. فاللغة تعكس انتمائنا الثقافي والحضاري إلى الأمة. أما اللهجات فهي تعكس الانتماء الإقليمي أو الانتماء إلى العائلة أو الأسرة أو العشيرة إلى غير ذلك. حتى الأمازيغية، اللغة الأمازيغية فيها عدة لهجات، نلقاو القبائلية، نلقاو التركية، نلقاو الشلحية، نلقاو أيضا الشاوية وغيرها، لأنها تأثرت بالطبيعة الجغرافية والتغيرات الحضارية والثقافية اللي مرت على تلك المناطق. حتى اللغة العربية تأثرت وتغيرت، حتى القرآن الذي أنزل من السماء ب7 أحرف، يعني حسب قبائل العرب. فهناك من كان يقول إبراهيم، هناك من يقول إبراهيم، وبالتالي تجد اللسان أنزل على 7 ألسن حتى يتكيف مع قبائل العربية. وش هو السر اللي يخلي بعض المصطلحات بسرعة رهيبة تنتشر في وسط المجتمع الجزائري ويعود الكل يرددها؟ لأننا نحن في عصر، أولا عصر السرعة، عصر العولمة، عصر التقنية. فالمعلومة الآن أصبحت سريعة وفي متناول الجميع، وبالتالي أي مصطلح يطلق الآن ستجده ينتشر، يعني انتشار رهيب. أيضا غياب اللغة الأم وتقهقرها وتراجعها إلى الوراء على مستويات كثيرة، على المستوى المدرسي، على المستوى الإعلامي، على مستوى الخطاب الرسمي، فلن تجد اللغة العربية. فإذا احنا الآن ما حطيناهاش في التعليم وما حطيناش أيضا في القنوات الإعلامية وفي الكتابات الرسمية إلى غير ذلك. فقبل قليل قرأت خبرا في أحد المواقع أن في ولاية ميلا رفعوا دعوى قضائية ضد لفاكتور تاع سولار غاز والفاتورات اللي تأتي باللغة الفرنسية. فهذه معلومة يعني في ولاية ميلا، وبالتالي فتجد أن هناك شيء جميل وهناك عودة ووعي فيما يخص الحفاظ على اللغة العربية وهي لغة القرآن الكريم. قاموس اللهجات يتغير في كل مرة أم يوجد قاموس موحد المفروض أنه ما نتعداوش؟ في ناحية اللهجات يمكن التحكم في اللهجات، فلما دمنا نتفاعل مع الآن هنا كان الجغرافيا تقسم وتفصل بين القبائل والعشائر. الآن التكنولوجيا كسرت تلك واختصرت المسافات، وبالتالي فأصبح التواصل سريع جدا، وبالتالي التغير اللغوي واللهجات يكون سريع وأسرع إذا لم نضع مناعة وحقنا أبنائنا بتعليمها مثلا لا يمكن أن تقرأ لغة أجنبية إلا بعد 14 سنة حتى يتمكن الطفل من تعلم اللغة. لماذا؟ لأنهم ينظرون اللغة إلى بعد أكبر من التواصل، إلى بعد حضاري ثقافي، حتى يحافظوا على تماسك الأمة. بالنسبة لمنطقة الجزائر ما شاء الله عليها هي بلد قارة فيها كثير من المناطق من الشرق إلى الغرب، من الشمال إلى الجنوب، فيه اختلاف شاسع، اختلاف كلي من حيث ربما الحياة اليومية اللي يعيشها المواطن الجزائري، وهذا هو اللي يخلق هذا الثراء الخاص بالجزائر، حتى اختلاف اللهجات أيضا. هذا الاختلاف يعبر على الهوية الجزائرية أم ربما يخلي السائح الأجنبي ويضيع في
اللهجة الأصل للجزائر. ولهذا لابد من إعادة الاعتبار للهجة الأصل، اللغة الأصل، وهي اللغة العربية كمرآة لحضارتنا وثقافتنا وانتمائنا الحضاري والثقافي. أما اللهجات فتبقى أمور إقليمية، يعني تخص مناطق معينة فقط، يعني نتقبل هذا التنوع ونساير هذا التنوع، إلا أننا لابد أن تكون لدينا لغة واحدة وموحدة وموحدة أيضا للآخرين. لو كان نرجعوا للمصطلحات اللي هو يدور حولها حديثنا اليوم، حول اللهجات الدخيلة على المجتمع الجزائري، مثلا كلمة أنتيك، كان قال محمد موفق منذ قليل كلمات أخرى، قرعيج وغيره. منين تجي من الأصل؟ والله احنا لازمش نكونوا يعني لا نتشدد في هذا، نكونوا مرنين، لأن اللغة الدارجة انتشرت لأنها مرنة سهل، اوكي، تتكيف مع الأمور بسهولة وتمشي مع احتياجات المجتمع. حتى أن بعض القنوات الآن عادت تعتمد على الدرجة، اللهجة الجزائرية، اللهجة، وكان بعض المؤسسات التربوية تعتمد، لكن بعض مع حفظ الأسماء بعض يعني بعض البرامج عادت ربما تنقل الكلام السوقي من خلال برامجها. من المفروض لا نشجع مثل هذه البرامج اللي عادت تكسر في اللغة الجزائرية واللهجة الجزائرية الأم. أصبحنا نسمع ألفاظ يعني سوقية في أفلام وفي مسلسلات وفي جزء مباشرة على القنوات إلى غير ذلك، بدون تحفظ، بدون رقابة، بغير ذلك، وهذا حيكسر النسيج الثقافي والاجتماعي تاع الأسر. وفي نظرك الإعلام عنده يد في هذا الانتشار؟ عنده يد طولة، يعني الإعلام هو السلطة، يعني ليوصل إلى من وسائل الإعلام الثقيلة، خاصة القنوات الفضائية إلى غير ذلك. فلما نعيد الاعتبار في خطابنا الإعلامي للغة العربية، وأيضا حتى في المنتوج الثقافي مثل أفلام ومسلسلات، كنا نرى قبل سنوات فقط المسلسلات تترجم باللغة العربية، الآن تترجم باللغة الدارجة حسب كل منطقة أو كل دولة تترجم باللغة المحلية. وهذا كيفاش نصنفوه، إيجابي ولا سلبي؟ هذا سلبي بالطبع، لأنه حيكسر اللحمة بين الدول، فالأمة تحوي عدة دول، وبالتالي انتمائنا للأمة يخلينا مترابطين في ثقافتنا وديننا وتنشئتنا الاجتماعية. أما كسر اللغة فأنت الآن تكسر في الأمة وإلى شتات، وبالتالي هذا أسوأ من التفريق المادي، لأن فرقتنا الاستعمار فرقنا، لكن وحدتنا اللغة وحدنا الدين، وبالتالي هذه القوى اللي خلت الأمة متماسكة ليومنا هذا. تختلف السياسات وتختلف، لكن لا نختلف في مقاومتنا. طيب وش هي الطرق التي يمكن نستعملها بالخصوص أولياء يقول لك وش هي المنهاج اللي نستعمله من أجل أني ابني يتخلى على هذا اللهجات، هذه الكلمات الدخيلة في لغتنا؟ أولا نحقن أبناءنا بالمناعة، يعني منذ الصغر أن نعلم أبناءنا باللغة الأصيلة العربية الأصيلة. أيضا أن ندخل عنصر الجمال، لأن الذي أساء إلى اللغة العربية في حقيقة الأمر هم أدعياؤها، هم من ينظروا اللغة العربية، هم من أساءوا إليها، لأن أصبحنا ننظر إلى العربية كلغة معقدة تعتمد على النحو، وحذفنا منها العنصر الجمالي، البلاغة والأدب والجانب الجمالي فيها، وبالتالي أصبح الناس تنفر منها. وبالتالي تجد أن اللغة العربية قديمة كانت تركز على الجانب البلاغي، الآن تركز على النحو، وأصبحت مثل علوم الرياضيات والفيزياء، أصبح الإنسان يعني يتجافى عن اللغة العربية، وأصبحت تشكل عبء في تعلمها. لكن لما كانت ترتبط بالشعر والأدب وكذا، فكان الناس يتلذذون بسماع تلك العبارات، وبالتالي ضبط لغة موحدة للطفل يعني تسوية القدرات العقلية وبناء الجانب الفكري والمنطقي الصحيح، لأن اللغة هي وعاء الفكر. يقول أرسطو: أضبط مصطلحاتك ثم تحدث معي، ويقول أن اللغة أو ضبط المصطلحات هو أول وأخير المنطق. فالله عز وجل لما خلق آدم علمه اللغة، علم آدم الأسماء كلها، فلما نضبط مفاهيم صحيحة ودقيقة سنضبط فكرا دقيقا ومنطق قوي ليتسلح به الطفل، وفيما بعد لا نخاف أن يتعلم لغات أخرى، لأن كل لغة تحوي وراءها أو تختفي وراءها ثقافة معينة. وكان يقول عمر بن الخطاب: علموا أبناءكم العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة.
ان شاء الله نكونوا ثبتنا عقولنا جميعا وزدنا من معرفتنا حول هذه الكلمات الدخيله على المجتمع الجزائري. استاذ عبد الحليم ماضي، شكرا لك. شكرا. اذا متواصلين معكم مشاهدينا، وللتواصل اكثر مع برنامج صباح شروق راح نتعرفوا مع بعض على صفحات البرنامج الرابع. تفضل.